أنا ما عملتش shift career، لكن بقيت أشتغل العلاج الطبيعي بمزاج، بمعنى إن أنا باشتغل زي ما المفروض البني آدمين بتوع العلاج الطبيعي يشتغلوا، اللي هم 3 أيام في الأسبوع 6 ساعات. هو ده، أنا بامارس المهنة لسه عشان أنا باحبها، لكن دلوقتي ما بقتش هي مصدر رزقي الأساسي. أنا الحمد لله ليّا شغلي الخاص اللي بيدِر عليّا الفلوس المقبولة اللي أقدر أعيش بيها حياتي، ولكن أنا عمري في حياتي ما هاسيب العلاج الطبيعي. دخلت العلاج الطبيعي وأنا ما أعرفوش أصلًا، لكن أول ما دخلته بمُعجزة، بصُدفة، بحاجة ربنا أنعمني بيها فجأة. فالواحد لمّا دخل ربنا زرع جوّاه حُب المجال ده واتعلّق بيه، وفعلًا شاف فعلًا المرضى وهُم بيتعالجوا بفضل الله وبفضل يعني إن هو بيتعب وبياخد بالأسباب. حَس إن فعلًا إن المجال ده الواحد ممكن يحس بنفسه فيه، ممكن يحس إنه ليه لازمة، يحس إنه يفرق في حياة الناس. برضه أنا باحب التدريس، حد يفهم منّك ويستوعب ويخش ويتبسط بدرجات هو جابها بفضل الله، وأنت حاولت تساعده على قد ما تقدر بكل اللي تقدر بيه، دي حاجة برضه نعمة من عند ربنا. فدي الحاجات اللي أنا باعملها. عندي شغلي الخاص، باشتغل علاج طبيعي زي ما زي ما الكتاب بيقول، ما باهينش نفسي لإن أنا أصلًا شخص طويل القامة. فالشغل مُتعب عليّا، مش عشان أنا طري، لكن عشان الضهر ده قد كده، الناس ضهرهم قد كده، أنا ضهري قد كده ما شاء الله. فمُتعب، الfatigue سريع، الجسم شايل وزن كبير جدًا. هنعمل إيه يعني؟ هو ده المستطاع في إيد بني آدم زيي وزي ناس كتير. أنا مش بازكّي نفسي إن أنا المفروض أرتاح والناس التانية تتعب، لكن أنا بافهّمك الوضع. إن شاء الله يعني ادعوا لي إن شاء الله أبقى مُعيد في كُلّية. هو ده، أنا ما بعدتش عن المجال، لكن استقمت، صِحت إن ما ينفعش كده. الشغلانة مُتعبة، لازم يكون في أجر عادل. ما فيش بقى فكرة بقى الناس بقى اللي بتطلع ما ده الطبيعي، ما سوق العمل، أنت متوقع هتبدأ بإيه؟ ما طبيعي تبدأ بكده. لأ مش طبيعي، ولو أنت مقتنع إن ده طبيعي بُص برّه بس، بُص برّه وشوف المعاملة بتبقى عاملة إزاي. فلأ، هو أنت هتتعب وهتفشخ نفسك وهتاكل البلاط، عادي أنا ما عنديش مشكلة، أنا كلت البلاط كتير، بس لازم نصيح. الموضوع يتغيّر بسبب كلمة العبد الفقير قالها، فاهمني؟ بس.